لو معاك اي عمله من عملات الملك فؤاد اللي هنقول عليها داخل الفيديو، فبجد يا حظك يا هناك، جايب لكم النهارده فيديو جديد وتجميعه لكل عملات الملك فؤاد الملكيه الغاليه النادره اللي لها اسعار. بس الاول بطلب من حضرتك، لو انت لسه اول مره بتشوفنا فتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. لربما يكون حد معاه اي عمله ملكيه وهو ما يعرفش قيمتها، يقدر يعرف قيمتها من خلال. النهارده هنتكلم يا جماعه عن عملات الملك فؤاد. الملك فؤاد ده هو يا جماعه اصدر العديد من العملات الملكيه سواء بالزي الملكي او بالزي العسكري. واهم عندنا فئه في عملات الملك فؤاد وهي ال20 قرش اللي انتم شايفينها قدام منكم دلوقتي في الفيديو. 20 قرش الملك فؤاد ديت تم اصدارها بالبدله الملكيه، 20 قرش زي ما انتم شايفين تم اصدارها بالبدله الملكيه والبدله العسكريه. البدله الملكيه 1923 وفي منها بحرف اتش وبدون حرف اتش. ايضا عندنا من عملات الملك فؤاد هي ال10 قروش، ايضا تم اصدارها بالبدله الملكيه والبدله العسكريه بحرف اتش وبدون حرف اتش، والنادره جدا يعني اللي هي بدون حرف اتش في البدله الملكيه زي اللي انتم شايفينها حاليا قدام منك على الشاشه. فلو معاك اي عمله من العملات اللي احنا بنعرضها بالنسبه للملك فؤاد فابعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، ابعتها لنا وهنتواصل معاك وناخدها منك باعلى الاسعار. ايضا ديت هيئه ال10 قروش الثانيه ديت بحرف اتش، ايضا 10 قروش للملك فؤاد بالبدله الملكيه، وفي منها ايضا يا جماعه بالبدله العسكريه، وديت تجميع لكل عملات الملك فؤاد ديت بحرف اتش زي ما انتم شايفين. انما الثانيه بدون حرف اتش، واللي بدون حرف اتش بيبقى سعرها اغلى شويه. ايضا عندنا فئه ال5 قروش من عملات الملك فؤاد، وايضا تم اصدارها بالبدله الملكيه وبالبدله العسكريه. دي 5 قروش اهو زي ما انتم شايفين وشايفين الحاله والتفاصيل. جايب لكم عمله فيديو لكل العملات حيه، صوره حيه، عشان الناس اللي بتقول طب هي معناش، طب نجيبها ازاي، طب العملات دي مش موجوده اصلا. ديت 5 قروش ديت برضو سعرها غالي. الاسعار ايه بقى بتاعت العملات الملك فؤاد؟ اسعار اهم حاجه يا جماعه يكون الظاهر. مفيش واحد يجيب لي يقول لي انا معايا عمله زي اللي معاك صوره البروفايل بتاعك، لا يا جماعه لازم الظهر يكون مكتوب قروش، يعني سواء 20 قرش 5 قروش 10 قروش قرشين اهو. دي صوره ال20 قرش قدام منك اهي، دي تفاصيلها، مش الوجه بس صوره الملك وفي الظهر مكتوب ملمات. يا جماعه احنا ما بناخدش ملمات، لازم يبقى في الظهر 20 قرش وسنه 1923. دي في منها بحرف اتش وبدون حرف اتش. ديت اللي قدام منك ديت بحرف اتش وبحرف اتش هو اللي نادر شويه في الريالات. ودي ريال تاني اهوت يا جماعه 1923 بدله ملكيه برضو، ولكن هذه المره دي بدون حرف اتش. ادام بدون حرف اتش في الريالات بيبقاش غالي زي حرف اتش. دي بالنسبه لعملات الملك فؤاد. بس الظهر مش عاوزين ارض. ايضا اهو يا جماعه 20 قرش، مش عاوزين ملمات يا جماعه. الملمات في العملات الملكيه ملهاش لازمه بالنسبه لنا. لو انت لقيت الظهر في اي عمله ملكيه مكتوب ملمات ما تبعتهاش. طب لقيت قروش هيبقى قدام منك بقى يا اما 20 قرش يا اما 10 قروش يا اما 5 قروش يا اما قرشين. طيب اغلى فيها ايه؟ اغلى فيها هي ال20 قرش. دي طبعا بتبقى سعرها ولوفات بيبدا من اول 1000 ونص وممكن تعلى 2000 3 4 5 على حسب حاله العمله. طيب بالنسبه لل10 قروش وال5 قروش لا دول سعرهم ما بيبقاش غالي جدا ولا القرشين، بس بيبقى لهم قيمه برضو. طب فابعتها لنا تمام. فلو معاك اي عمله من اللي احنا بنقول عليها دلوقتي داخل الفيديو فيا رب ان انت تبعتها لنا. اي عمله ملكيه يا جماعه ابعتها لنا، او اي عمله قديمه عندك ابعتها لنا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، والرد في خلال 24 ساعه لكثره الرسائل. طب انا لو شفت العملات بتاعتك وما ردتش تاكد بس عشان الاحباط والنفسيه بتاعت الناس ان هي عملتك بدون قيمه والكثره الرسائل، فما بيبقاش عندنا قدره ان احنا نقعد نرد على كل الناس ونديهم وقت كبير يعني. لان في ناس كمان لما تقعد تقول لهم ان العمله دي بتاعتك ملهاش لازمه يقعد يستفسر ويقول لك طب ليه، طب ازاي، طب عشان ايه. فلو عملتك انا شفتها وما ردتش عليها تاكد ان عملتك بدون قيمه لكثره الرسائل، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. لو معاك اي عمله من العملات القديمه اللي احنا بنقول عليها سواء للملك فؤاد او فاروق او حسين كامل ابعتها لنا وبناخدها باعلى الاسعار. لو معاك اي عمله من ديت يا جماعه ابعتها لي، وارقام الواتس موجوده قدام منك على الشاشه اهيت، تاخدها حالا وتبعتها لي حالا وتتواصل معايا على الواتساب واخدهم منك باعلى الاسعار. عندنا يا جماعه مناديب في جميع المحافظات، كل المحافظات، جميع محافظات الصعيد عندنا مناديب فيها. عندنا مندوب في اسكندريه، عندنا مندوب في المنصوره، في طنطا، في بورسعيد، في الشرقيه، جميع المحافظات، والقاهره بالمحافظات اللي حواليها، بالاقاليم بقاهره كبرى، جميع المحافظات عندنا فيها مناديب. نتواصل معاك حالا بمجرد ما تبعت لنا العمله اللي احنا مطالبينها بالظبط ونفس المواصفات. معاك اي عمله من العملات اللي انا بقول عليها دي بالظبط تبعتها له، ارقام الواتس موجوده قدام منك على الشاشه، تاخدها مني وتبعتها له. عندنا مناديب في جميع المحافظات يوصلوا لك لاي مكان انت موجود فيه في سرعه في التنفيذ
وفي مصداقيه في التنفيذ وباسعار كويسه جدا. طب الاسعار ايه؟ اسعار بتبقاش غاليه جدا لان عملات موجوده مع الناس وعملات متداوله. ربما يكون حد معاه اي عمله قديمه ومش عارف قيمتها، يقدر من خلال فيديوهاتنا ومن خلال ارقام الواتس ان هو يبعت لنا عملاته بسرعه على الواتساب ويعرف قيمتها ونتواصل معاه حالا وناخدها منه باعلى الاسعار. فبطلب من حضرتك ان انتوا تعملوا لايكات كتير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، سواء على منصتنا على فيسبوك وتعمل لنا لايك وشير ومتابعه، اما على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب واشتراك عندنا في القناه. لو انت بتشوفنا على التيك توك برضو تفعل علامه الاعجاب وعلامه المتابعه عشان فيديوهاتنا توصل ليك. اما لو انت بتشوفنا على الانستجرام، على جميع المنصات يا جماعه اعملوا لايكات عندنا للفيديو عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.